ايه يا بنت اللي انت بتعمليه ده؟ انت ازاي كده وانا بكلمك بتبصي البصات دي؟ وازاي لما بسألك الأسئلة اللي انا بقولها لك انت ليه مش بترد عليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المصطفى الهادي الأمين. بيوتنا مليانة كتير من الأمثلة دي، بوضع النهاردة، بوضع السن اللي احنا فيه، بوضع السوشيال ميديا، وبوضع الأحداث السارية. بيحصل مواقف من دي كتير. طيب أنا أتعامل ازاي في الموقف ده؟ ويلا نشوف الأب ازاي بيتعامل، وكذلك الأمر اعكسه على الأم. اللي أنا بقوله دايما بنتكلم بصيغة الذكر، ولكن لما اقول الاب بيعمل، اكيد في امهات بتعمل برضو نفس الكلام ده، سواء من الخير او من الشر. ولو في ام بتعمل كده يبقى عكسوا الايه، الاب نفس الحكايه. طيب انا دلوقتي في موقف زي ده، الام بتبقى زعلانه ونفره. ايه البنت دي بيبقى عندها تغيرات هرمونيه في جسمها، سنها، شبابها، اصدقائها، حالتها النفسيه، لاي ظرف كان. حلو، الام بتبقى مستوعبه الكلام ده، بس في نفس الوقت عايزه تربي، ما هو ما يرضوش ربنا برضه. والاب طول النهار في الشارع بيجيب الفلوس، تعبان مش قادر يتكلم. طب هي بتبقى واخده الدورين بدون ما الاب ما ياخد باله، بيبقى متكل عليه، هي قاعده وخلاص ومتابعه الاولاد. ما هو عشان دورها وشايله نص دورك، وانت مش موجود، ومحدش موجودة إلا هي. فبطبيعة الحال لازم انت تشيك على أخلاقهم. فمش من ضمن الأخلاق النظرة اللي أنا نظرتها دي من البنت لأمها، فبتعلق عليه. يقوم يجي الأب السوي يعلق على بنته، يقول لها ما يصحش كده، ما ينفعش تبص لماما كده يا حبيبتي، انطقي لو في حاجة مضايقاك ولا مزعلاك، ولو عاوزة تستراحي اتفضلي ادخلي جوه شوية، ولما تفوقي تعالي كلمي ماما. دي نقطة. النقطة التانية بيراضي الأم، ما تقلقيش عادي، أمر سهل، ولما تفوق أنا هظبطها لك. خلاص. طيب الأب الغير سوي ماذا يفعل؟ أول ما تبص لها كده يبقى قاعد بيضحك، اللي هو المريض نفسي. طب بيضحك على إيه؟ والأم بتتعفرط، بتتشال وتتنطط، نظرة مش عاجباها. والأب يمسك المحمول في إيده ويزود شعاع النار بإيه؟ بضحكه، باستهزائه، بعدم ردوده وصمته. ولما يجي يرد يقوم ايه بقى؟ قبل ما الام تتكلم، ما بالراحه شويه، انت مش عارفه انها بقت شابه وكبيره؟ مش عارفه انها دلوقتي سن ال 18؟ المفروض ما تتعاملش كده. انت اللي اهدى على نفسك شويه، شوفي ايه اللي مضايقك ولا مزعلك. حد كلمك في التليفون النهارده؟ مامتك عندها مشكله؟ اخواتك في ازمه ماليه ولا حاجه محتاجينك؟ ده الاب الغير سوي اللي بيدمر الاولاد حتى لو كانت سليمه وصحيه. دمتم بخير.